يا صباح الخير على عيونكم الجميلة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنا بقى الصبح كده نبدأ يومنا كده بصباح الخير. قمت كده وفتحت الشبابيك وفطرت، وقمت بقى ايه خلصت اللي ورايا، وبعد كده قلت اشوف بقى هنعمل غدا ايه النهارده. جبت هنا حلة على النار، وبعد كده نزلت فيها بزيت وسمنة. قلت هعمل النهارده، كان عندي حاجة المحشي يعني جاهزة من قبلها بيوم. قلت اجهزه بقى ايه على طول كده، لما بيكون موجود عندك يعني بيسرع معاكي على طول، بتخلصيه على طول، غير ما بتروحي تشتري الطلبات وتيجي. هنا نزلت في الحله بزيت وسمنه، زيت وزبده. وبعد كده معايا بصل مفروم، وبعد كده نزلت عليه بطماطم مفرومه في الخلاط، وهسيبهم بقى يتسبكوا كده مع بعض. وهنزل بالبهارات بتاعتي. هنا نزلت بكمون وفلفل اسود وملح وسبع بهارات، وهسيبهم بقى ايه يتسبكوا كده، ومكعب ماجي اسيبهم يتسبكوا كده مع بعض. وهنا حطيت معلقه من الفلفل الاحمر اللي احنا عاملينه في الفريزر. الفلفل ده يا بنات حلو قوي، جميل في كل الاكلات، واللي هي هريسه الشطه يعني. هنا بقى خلاص بقى كانت اتسبكت معايا ونشفت. لازم لما تيجي تعرفي ان هي استوت معاكي كويس جدا، تعملي كده بالمعلقه، تلاقي الزيت هو اللي نازل، يبقى كده الصلصه معاكي ناشفه، تبقى حلوه الرز كده المحشي، ما تبقاش فيها ميه. هنا بقى معايا بصله مبشوره وفلفل اسود وملح عشان اتبل بيها. انتوا عارفين اي فراخ اي بط اي يعني اي طيور، انا بحب اتبلها الاول ببصلايه كده مبشوره وفلفل اسمر وحبه ملح، بطعمها كده بتبقى حلوه. هنا معايا البطايه مغسوله كويس جدا ومصفياها، وهنا بدات ايه امسكها كده اتبلها بالفلفل الاسود والملح والبصله. بتديها طعم تحفه في الشوربه، بتخلي الشوربه طعمها حلو. بعملها كده الاول وبركنها مثلا ربع ساعه كده عقبال ما بخلص، ان كنت بعمل حاجه تانية. بتكون مثلا الميه غليت، او بشوحها الاول. اعمليها بالطريقه اللي تحبيها، بس الطريقه دي حلوه قوي، بتخلي البطه معاكي مسكره وطعمها حلو، ان كانت بطه او فراخ او اي حاجه. انا زعلانه منكم، انتوا مقصرين معايا في اللايكات، ومقصرين معايا في الكومنتات، ومقصرين معايا في المشاهدات. انا المحتوى يعني بقدم لكم محتوى مفيد، يعني المفروض تشجعوني عن كده. هنا بقى نزلت في الحله على طول بالبطه، بحب اشوحها كده الاول، وبعد كده نزلت عليها بقى ببصلايه وطماطمايه ورق لوري وحبهان وفص مستكه. وبعد كده بشوحها، وبكون عندي ميه مغليه في الكتل، بروح نازله ايه عليها بالميه. هنا شوحتها، وبعد كده نزلت عليها بميه سخنه. هنا بقى معايا الرز مغسول ومتصفي، ومعايا الخضره. حابه اقلبهم كده الاول مع بعض. بحس ان الخضره كده ريحتها بتبقى طالعه وانا بقلبها مع الرز كده، ريحتها حلوه. زي ما قلت لكم شجعوني واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واتكوا على الكل عشان كل ما انزل فيديو تشوفوه. هنا خلاص بقى يعني هنزل بقى بالصلصه. هنقلب بقى الصلصه كده معاه مع الرز. طبعا احنا الصلصه حاطين عليها البهارات كلها. لو انت عايزه تشوفي الطريقه، يعني طريقه اي طريقه للمحشي، عندي على القناه، ادخلي على القناه وهتلاقي طرق كتير للمحشي، عامله ورق عنب وعامله بتنجان وكرنب. هنا بقى هقلب كل الخلطه مع بعض. حسيت ان هي عايزه شويه ايه، الطماطم مش حمرا قوي، جبت معجون طماطم وحطيت. وبعد كده خلاص بقى ايه حشيت عشان ما اطولش عليكم الفيديو، كنت حشيت وسويته. وهنا بقى خلاص هننزل بالمحشي. هنا النور كان قطع، فالاضاءه ما كانتش كويسه، كنت منوره بالكشاف. هنا بقى نزلنا بالمحشي كده والكوسه والفلفل، والبطه خلاص كانت استوت وحمرتها في الفرن وشوربه. خلاص كده. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش زي ما قلت لكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو عجبكم الفيديو، لايك حلو منكم، كومنت حلو منكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده. دمتم بألف خير.